الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد نسمع الأحمد الأصل الأول. تمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين. المرتبة الأولى هي الإسلام. تقدم معنا أن أركان الإسلام 5، ثم ذكر الدليل على أن أركان الإسلام 5، ثم ذكر في كل ركن دليله، لكل ركن دليله، ثم انتقل إلى هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي الإيمان، وهي أعلى من الإسلام. قال: وهو بضع. وأولا الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، كما قال الله عز وجل في إخوة يوسف: قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح شرعا، تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب أي بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا تعريف عند أهل السنة والجماعة، وهو الحق، مأخوذ من الأدلة كما سيأتي معنا. إذن فالإيمان قول وعمل واعتقاد، أيضا يزيد وينقص. قال: وهو 70 شعبة، أعلاها. هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. هذا دليل على أن الإيمان قول لا إله إلا الله. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأعلى قول لا إله إلا الله باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح. قال: والحياء شعبة من الإيمان. هذا جاء قلنا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء يكون في القلب، فالإيمان يكون في القلب، كالإيمان الملائكة والإيمان بالله عز وجل. ويكون باللسان كالنطق بالشهادتين، قراءة القرآن في وأيضا في الصلاة والأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء من الإيمان. وعمل بالجوارح كالصلاة وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه شعب الإيمان 70 شعبة. ففي هذه الشعب ما هو ركن من أركان الإيمان، وفي هذه الشعب ما هو واجب، وفيها هذه الشعب ما هو مستحب، كإماطة الأذى عن الطريق. فهذه شعب الإيمان التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن منها ما هو قول، ومنها ما هو عمل، ومنها ما هو اعتقاد. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وتعريف أهل السنة والجماعة: قول وعمل واعتقاد، قول باللسان، وعمل بالجوارح، واعتقاد بالقلب بالجنان، يزيد وينقص. أيضا الإيمان يزيد وينقص. قال الله عز وجل: يزداد الذين آمنوا إيمانا. كما سورة المدثر على 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل في سورة الأنفال: سألوك الأنفال قل الأنفال
الأنفال الله والرسول واتقوا الله ورسوله ذكر الله سميع عليم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذا في القرآن، هذا في القرآن. وكذلك يعني جاءت السنة أيضا في بيان هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلاها، أن يعني الإيمان له يعني أولا يعني الشعب تكون قوي، يكون ما هو أعلى وما هو أدنى، وكلما كان العبد يعني منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، وكلما أكثر العبد من يعني عمل المستحبات زاد إيمانه. إذا أتم الواجبات وزاد وعمل المستحبات زاد إيمانه، وإذا أنقص ترك المستحبات ينقص، وإذا فرط عمل المحرمات ينقص إيمانه، ينقص إيمانه. فهذه دليل الزيادة، ازداد الذين آمنوا إيمانا، يعني وجلت قلوبهم زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. فهذه أيضا دليل أدلة على أن الإيمان ينقص، لأن الشيء إذا زاد معناه أنه كان ناقص. وكذلك من الأدلة على نقصان الإيمان ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني ضعيف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فرق بين مؤمن ومؤمن، هناك مؤمن قوي إيمانه، ليس يعني كما يستدل به يعني البعض، يعني بعض الإخوة، هذا من الخطأ، أن يعني القوة تكون يعني يستدلون به على لعب الكرة، على لعب الكرة، يقولون المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. نعم، المؤمن يعني العبد يعني يجب عليه أن يحافظ على جسمه، عليه يعتني بجسمه وبصحته، لكن لا يدخل في هذا يعني المؤمن القوي خير وأحب الله منه في باب اللعب، لا، هذا في باب الإيمان، زيادة الإيمان، زيادة الطاعة، زيادة يعني الطاعة والابتعاد عن المعاصي، هذا هو المؤمن القوي، ليس المؤمن القوي في جسمه. فالله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا وحي من الله. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن أحب إلى من؟ إلى الله. الله عز وجل أين يكون نظره؟ في القلب وفي العمل. إذن لا يدخل فيه يعني تستدل به على لعب الكرة. يعني ذكر يعني بعض العلماء هذا الأمر منهم، أظن سؤال الشيخ ابن عثيمين بن باز، قال: لا يصلح أن يستدل بهذا على لعب الكرة، يعني يذهب إلى لعب الكرة ويستدل يضع في حالته المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، يعني نحن نريح أجسامنا، هذا خطأ. بعض الإخوة سجل، بعدين أرسلت له كلام يعني الشيخ ابن عثيمين أن هذا لا يصلح الاستدلال به في هذا الموضع. نعم، لعب الكرة جائز إذا لم يكن فيه مخالفات ولم يكن فيه منكرات، وكذلك لم يشغلك عن طاعة الله عز وجل، ولا يكون يعني دائم، لكن باب تمرين الجسم وصحته هذا مطلوب، أن العبد يعني يقوي جسمه ويصح جسمه. لماذا؟ لأجل أن يتقوى على عبادة الله، يكون جسمه قوي لأجل أن يكثر من عبادة الله، ليس جسمه قوي فقط هكذا لأجل أن يتقوى على خلق الله، يعني يكون قوي لأجل أن يظهر قوته للناس، لا، تقوى يصح جسمه. لماذا؟ لأجل أن يكثر من الطاعة والعبادة، يكثر من الطاعة والعبادة. قال: وأركانه، هذه شعب الإيمان. شعب الإيمان منها كما تقدم معنا، منها ما يكون ركن منه ما هو ركن من أركان الإيمان، ومنه ما هو ركن من أركان الإسلام، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ما هو مستحب. وهنا فائدة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فعلها قول لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فيعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنها من
من شعب الإيمان. فالإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني قد يقال هذا مسلم ويكون مؤمن، أو هذا مؤمن ويكون مسلم، أو يقال هذا من الإيمان وهو من أركان الإسلام، أو يعني يقال هذا يعني من أركان الإسلام وهو من أركان الإيمان. فإذا اجتمعا افترقا. إذا قال الإسلام والإيمان كما في حديث جبريل، المسلم جمع، جبريل سأله ما الإسلام ثم سأله ما الإيمان. فالإسلام الأعمال الظاهرة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، هذا أعمال ظاهرة، شهادتين، نطق بشهادة، أعمال ظاهرة. والإيمان الأعمال الباطنة، أعمال القلب، الإيمان بالله يعني بوجوده، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته، الإيمان بالملائكة غيبي، الإيمان بالكتب، يكون بالأعمال الباطنة. وإذا افترق يعني ذكر الإسلام لوحده، قال يعني هذا دين الإسلامي، يشمل هذا دين الإسلام، يشمل الإسلام والإيمان، دين الإسلام يشمل الإسلام والإيمان. أو ذكر الإيمان كما هنا، الإيمان يشمل الإيمان وكذلك الإسلام، بضع وشبون، جمع بين الإسلام والإيمان. يعني هذا يعني الذي يفهم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. إذا ذكر الإسلام والإيمان، الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال القلوب الباطنة. وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر الإسلام لوحده فهو يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا ذكر الإيمان لوحده فهو يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. قال وأركانه 6، أي أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان، دل على أن الإيمان له أركان وله يعني هناك مستحبات وواجبات غير الأركان. قال أن تؤمن. الفرق بين الركن والواجب معروف، أن الركن إذا اختل يعني يصير كافر، إذا ذهب ركن لم يؤمن بركن يصير العبد كافر. وأما الواجب وقد يعني تكون كبيرة من كبائر الذنوب أو يعني من المعاصي. أما الركن كفر، الركن جحده وتركه كفر كما يعني تقدم معنا. قال وأركانه 6، أن تؤمن بالله، هذا هو الركن الأول، الإيمان بالله، الإيمان بوحدانية الله عز وجل في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات، الإيمان بربوبية الله عز وجل لأنه الخالق الرازق، يعني أنه المتفرد في الخلق والرزق، متفرد في أعماله، وبألوهيته أنه يستحق العبادة فلا يعبد إلا الله، هو إفراد الله بأعمال العباد، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية هو إفراد الله في أعماله، الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء، الإماتة. توحيد الألوهية هو إفراد الله بأعمال العباد، الدعاء، التوكل، لكل لله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه في كتابه وسماه رسوله في سنته، ونصفه بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. قال وملائكته، أيضا الإيمان بالملائكة. الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأعمالهم كثيرة مختلفة. منهم موكل بالوحي، من هو هذا؟ جبريل. منهم موكل بالقدر، من هو؟ ميكائيل. منهم موكل بالنفخ في الصور، من هو؟ إسرافيل. منهم موكل بالأرواح، من هو؟ ملك الموت، أما اسمه لم يثبت. عزرائيل هذا ليس صواب، لم يثبت اسم ملك الموت، لم يثبت. الصحيح أن اسم ملك الموت لا يعني يثبت. فملك الموت موكل بالأرواح ومعه أيضا أعوانه، حتى إذا توفتهم رسلنا هم لا يفرطون. لملك الموت أعوانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يعني الملائكة عندما يحتضر الإنسان، ينزل يعني الملائكة ومعهم يعني حنوط، إذا كان ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ثم يقرب ملك الموت إليه، وهؤلاء الملائكة يأخذون روحه ويصعدون بها كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ملك الموت وأعوانه موكلون بالأرواح، ومنهم موكلون يعني حفظ العباد، الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء فيحفظونه كما قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء الموت تخلت عنه، جاء الموت تخلت عنه الملائكة وحصل الموت. ومنهم موكلون بما في الأرحام بالأجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منهم الموكل بالأجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم علقة ثم يكون 40 يوم نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وغير ذلك من أعمال الملائكة، غير ذلك من أعمال الملائكة. قال: وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله، لا يحصيهم إلا الله. فيدخل يعني كل يوم البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون، يخرجون منه ثم لا يعودون إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، يعني أو قائم لله عز وجل. يعني كثرتهم، كثرة الملائكة. ومنهم الموكلون أيضا بالعرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يسبحون بحمد ربهم ومن حوله ويحملون العرش، من سورة غافر. فهذه يعني بعض أعمال الملائكة. فنؤمن بالملائكة. الملائكة عالم غيبي لا نعرف كيف صفتهم، لكن يعني أخبرنا الله عز وجل أن منهم يعني لهم أجنحة، لهم أجنحة، منهم من له جناحان ومنهم من له 3 منهم من له 4 ومنهم من له أكثر. وجبريل يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، له 600 جناح، سد الأفق ما بين المشرق والمغرب، سد له 600 جناح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على حقيقته، على حقيقته. فالملائكة لهم أجنحة كما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، أو في منه أكثر كما تقدم معنا. جبريل له 600 جناح. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أيضا نؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله. منها ما عرفنا أسماءهم، منها ما عرفنا أسماءها أي الكتب كالقرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، نزل على داود، صحف إبراهيم وموسى. فهذه نؤمن بها بأسمائها. وما لا نعلم اسمه نؤمن به، لأن الله أنزل على كل رسول كتاب، كل رسول كتاب، فنؤمن بها جملة. أما القرآن نؤمن به تفصيل، بكل حرف، بكل آية، بكل كلمة في القرآن. فمن أنكر حرفا ثابت في القرآن أو كلمة ثابتة في القرآن أنكرها فهو كافر، فهو كافر. لكن التوراة والإنجيل هذه نؤمن بها إجمالا، لأنها حرفت وبدلت وغيرت وزيد فيها ويعني أنقص منها. أما القرآن فلم يحرف. فمن أنكر حرفا من القرآن ثابت بالقرآن، ليس يعني تختلف القراءات، هذا ليس موضوع، لكن هذا ثابت أنكره هو ثابت أثبتوه في جميع القراءات، فهذا كفر ما يقول العلماء، أو أنكر كلمة من القرآن. فالكتب قلنا أنزل الله على كل رسول كتاب، ولذلك نؤمن بها جملة بما لم يسمى الله عز وجل منها، ونؤمن بما سمى الله عز وجل كما تقدم معنا من ذكر الكتب التي سماها الله عز وجل. قال: ورسله، أيضا نؤمن بالرسل، بجميع الرسل من سمى الله عز وجل، الذين أرسلهم الله عز وجل. ونؤمن أيضا قبل ذلك بالكتب بأنها كلام الله، كتب جميعها كلام الله، النجم، التوراة والإنجيل. لكن هل هو الموجود الآن عند اليهود والنصارى؟ يعني التوراة الموجودة؟ لا، لأنها حرفت وغيرت وبدلت. لكن نؤمن أن التوراة التي أنزلها الله على موسى كلام الله، الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى كلام الله، صحف إبراهيم، صحف موسى كلام الله، الزبور كلام الله. لكن هل هو موجود؟ لا، القرآن كلام الله وهو الموجود، لأنه لم يحرف ولم يغير ولم يبدل، فالله حافظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا الرسل نؤمن بهم جميعهم، نؤمن بهم جميع الرسل
جميع الأنبياء والرسل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الأنبياء 120,000 نبي، و319 يعني رسول، هكذا أو العكس الأنبياء يعني أقل 120 نبي، و300 120 رسول، و300,000 يعني 319,000 رسول. نبي 120,000 رسول، و319,000 نبي. جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بهم، نؤمن بجميع الأنبياء، نقول نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم، ما علمنا من أسمائهم وما لم نؤمن بهم جميعهم. نقول هكذا: كل رسول أرسله الله نؤمن به، علمنا من أسمائهم وما لم نعلم أيضا من أسمائهم. فمما علمنا من أسمائهم ما ذكر الله في سورة يعني الأنعام: تلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلهم فضلنا على العالمين. ذكر الله 18 صح؟ 18 نبي في هذه يعني في سورة الأنعام. ذكر أيضا في آخر يعني سورة النساء: أرسلنا نوحا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. فما ذكر الله عز وجل، من ذكر الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل من أسماء الأنبياء والرسل نؤمن بهم: إسماعيل وإسحاق ويعقوب وإبراهيم. وما لم نعلم كذلك نؤمن بهم جملة. فلا يجوز أن نكذب برسول، فمن كذب برسول فقد كفر، من كذب برسول فقد كفر. قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أيضا الرسل يدخل، نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض، هذا كفر. فالله عز وجل قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم كذبوا جميع المرسلين. دل ذلك على أن من كذب برسول فإنه مكذب لجميع الرسل. فاليهود الذين يقولون نحن نتبع موسى ولا نؤمن بمحمد هؤلاء كفار، لأنهم كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصارى الذين نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد هؤلاء كفار. وذلك أيضا لأن كذلك أيضا لأن من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى جميع الناس، أرسلناك إلا كافة للناس، إلى جميع. والله لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن على ما جئت به إلا كان من أهل النار. أما الرسل من قبل كان يبعث إلى قوم خاصة، ربما مثلا يعني نبي بعث إلى قوم فهؤلاء آمنوا بهذا النبي، وبعث به إلى قوم هؤلاء آمنوا بهذا النبي، لكن الواجب على هؤلاء أن يؤمنوا بذلك النبي، يعني يصدقوا أنه رسول، لكن يتبعوا شريعة من أوحي إليهم، شريعة من أوحي، مثل يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى. كان اليهود يتبعون شريعة موسى عليه السلام فهم مؤمنون، لكن عندما بعث عيسى واجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى، فإذا لم يؤمنوا بعيسى كفروا، فإذا آمنوا بعيسى ولكنهم يتبعون شريعة موسى مؤمن. وإذا النصارى هكذا يتبعون شريعة عيسى لكن لابد أن يؤمنوا بموسى، فإذا آمنوا بموسى ولكنهم اتبعوا شريعة عيسى هؤلاء مؤمنون. فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. إذن قال أيضا نؤمن بأن أول رسول أرسله الله من هو؟ نوح، وآخر رسول محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال واليوم الآخر، اليوم الآخر يعني ما بعد الموت، كل ما يتعلق بما بعد الموت. اليوم الآخر أي غير الدنيا، سمي باليوم الآخر أنه آخر غير الدنيا، سمي بذلك لأنه غير الدنيا.
وما اليوم الآخر من بعد الموت، ما يكون بعد الموت هذا يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر من عذاب القبر ونعيم القبر، وما يحصل يعني في أرض المحشر ومن البعث، وما يحصل في البعث والنشور من البعث والنشور، وما يحصل في أرض المحشر، وما يعني الصراط يعني الممدود على جهنم، وكذلك الجنة والنار، كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، نعم ثابت، عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل النار في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي غدوا وعشيا في القبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في حديث ابن عباس، حديث قال: مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وكذلك يعني عندما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ملكان فأخذانه، فجاء على قوم يعني يعذبون، ذلك الرجل يسبح في الدم الذي، وذلك النساء والرجال التي في التنور، الزنات والزواني، وغير ذلك مما جاء في هذا الحديث الطويل مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عذاب القبر. وكذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب قال: إن المؤمن يوسع له في قبره مد بصره ويفرش، ويقول الله عز وجل: أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فنعيم القبر وعذابه ثابت بالكتاب والسنة. وكذلك البعث والنشور، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فمن أنكر عذاب القبر فأنكر قد كفر، لأنه أنكر شيء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر البعث والنشور أيضا كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأيضا الإيمان بالجنة والنار. قال: والقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس، تؤمن بالقدر. والقدر لا 4 مراتب، القدر الإيمان بالقدر على 4 مراتب. الأولى العلم، أن الله علم كل شيء، هذا سابق، العلم السابق، أن الله علم كل شيء قبل أن يخلق. ثم الكتابة كذلك هي قبل الخلق، قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الأول العلم، أن الله علم. ثم الكتابة، أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء ما يكون، قال القلم اكتب، فكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. الثالث المرتبة الثالثة المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الثالث الخلق، أن الله عز وجل خالق، الله عز وجل خالق كل شيء. فهذه يعني مراتب القدر، والإيمان بالقدر له 4 مراتب. هذه مراتب القدر: العلم، أن الله علم كل شيء، الأولى مرتبة العلم. الثانية الكتابة، أن الله كتب كل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، أن الله خلق كل شيء. ثم قال: والدليل على هذه الأركان ال6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الأول واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.